السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا بنات في قناة شايني ليدي. لو أول مرة تزوري قناتي نوريني بالاشتراك، تفرحيني جدا، ولايك حلو منك يشجعني ويفرحني ويرفع الفيديو. النهاردة يا بنات هعمل لك طريقة عمل بمعلقة كريم جليسريد واحدة. هنعمل يا بنات أحلى حبة لوشن لتنعيم وترطيب الجسم، وكمان بيدي رائحة حلوة جدا للجسم يا بنات. غير الترطيب كمان هيديك ريحة حلوة منعشة كده وجميلة. عبارة عن ايه يا بنات؟ معانا ده كريم اللي هو جليسوليد يا بنات، اهو ده كريم جليسوليد. هاخد كده، هي انا عندي كده معلقة، انا مش عايزة غير معلقة، يعني انت لو عندك معلقة هتقدري ايه تعملي الوصفة الحلوة بتاعتنا دي. كده معلقة من كريم اللي هو جليسوليد. معروف عن كريم جليسوليد يا بنات بيدي نعومة للبشرة، بيقلل كمان البقع الداكنة، وبيدي ترطيب وبيغذي البشرة لأنه فيه نسبة عالية من الجليسرين، وكمان بيستخدم في علاج الإكزيما وبيفتح الجسم. وكمان يا بنات أي منطقة غامقة عندك كريم جليسوليد زي ما قلت لكم عشان هو غني بالجليسرين، فحلو جدا في التفتيح والترطيب. معانا ايه يا بنات؟ معانا هنا حبة كده، اخر حبة عندي من زيت جونسون، هحطهم كده يطلعوا لهم يعني معلقة صغيرة كده من زيت جونسون. وهاخد عليهم ايه كمان يا بنات؟ هاخد عليهم الاول هدوب كريم جليسوليد يا بنات في مية الورد. هحط كده مية الورد، انا عايزاه يبقى لوشن وناعم معايا. اول ما حطيت يا بنات ميه الورد دي جميله جدا يا بنات، اسمها العراب، حلوه جدا. خدت منها حبه حلوين كده عشان انا عايزه احول الكريم ده يا بنات للوشن. هيبقى لوشن حلو جدا يا بنات معاكي. وهنحطه في البليه، ازازه البليه دي اللي هي بتاعه الروكسونا او مزيل العرق، عشان تبقى سهله معانا واحنا بنحطها على جسمنا. مية الورد يا بنات معروفة في انها بتفتح البشرة، بتأخر ظهور التجاعيد، وكمان بتحتوي على يعني بتعالج حب الشباب عشان فيها مواد قبض يا بنات، فبتعالج مشكلة حب الشباب، وكمان بترطب، وزي ما قلت لكم بتأخر التجاعيد. هفضل احط يا بنات حبة ورد، مية ورد، حبة بحبة كده لغاية ما يبقى قوامه حلو معايا. كمان هضيف ايه عشان يبقى معانا كمان؟ هزود الريحه يا بنات عشان يبقى لوشن معطر معايا ويدي تعطير حلو لجسمنا. زيت الياسمين يا بنات، اللي هو ده زيت ياسمين. خد كده مقدار معلقه من زيت الياسمين، ثم اخر حبه احطهم ايه اخر حبه. بصي يا بنات، شوفي يا بنات حلو ازاي، لوشن جميل ازاي اهو. ريحته تحفه يا بنات، لوشن خطير جدا بالشكل ده يا بنات اهو. وهضيفه معايا في الازازه دي واوريكم شكله هتستعمليه ازاي.
لوشن حلو جدا يا بنات، ملمسه ناعم وظريف جدا. اهو يا بنات، وهقفله كده وهوريكي شكله يا بنات لما بنحطه بيبقى عامل ازاي. اهو بيبقى بينزل بكل سهوله يا بنات، لوشن حلو جدا. اهو يا بنات بالطريقه دي تحطيه على بشرتك، تحطيه على جسمك بعد الشاور، يديكي ترطيب، يديكي تفتيح حلو جدا بالشكل ده يا بنات. وبعد كده اهو يا بنات ترطيب ونعومه وتفتيح حلو جدا. يا رب يا بنات اللوشن يكون عجبكم، طريقه عمل اللوشن تكون عجبتكم. اهو يا بنات بالطريقه دي نكون خلصنا طريقه عمل اللوشن. بمعلقه كريم جليسوليد واحده عملنا احلى لوشن يا بنات. يا رب يعجبكم. اسيبكم على خير وارجع لكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.